أما بعد، فلما كان يوم الجمعة وقع في الخاطر تأليف مولد يتلى في بعض أخبار ولادة الحقيقة الأحمدية، وسطع الوارد بتسميته بالأسرار الربانية في مولد موضع وهو مصحوب بالختان، والدرر الوهبية المجلية الحقية في بعض أنباء من ظهر وعيناه مكحولتان. فرأيت في تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم رؤية منامية، ورؤيته حق كما أورد عنه ثقات الرواة بطرق الإحصان. فأمرني أن أصنف مولدا وأجعل إحدى قافيتيه هاء بهية والأخرى نونا كما فعلت، لأنها نصف دائرة الأكوان. وبشرني أنه يحضر في قراءته إذا قرئ، فسطرت ليتشرف به كلما تلي حكاية نومية، وأنه يستجاب الدعاء عند ذكر الولادة وعند الفراغ منه، فنسأل الله الغفران. فشرعت وأنا الفقير الراجي لأعلى المشاهد القرآنية، لأنه هو القصد المؤمل بركة تلاوته على ممر الأزمان. فأقول وأنا الحقير الطالب من الله معاني يعلمها خفية، الغني بالله الشريف الشهير بالمير غني محمد عثمان رضي الله عنه، ابن السيد محمد أبي بكر رضي الله عنه، ابن السيد عبد الله رضي الله عنه، تلميذ ابن إدريس أحمد ذي الأفعال الأحمدية رضي الله عنه. أرسل الله على الجميع مع الأبناء والإخوان سحائب الرحمة والرضوان، آمين. هذا ولما أراد الله أن يبرز هذه العوالم العلوية والسفلية قبض قبضة من نوره، فكانت هي محمد بن عدنان صلى الله عليه وسلم. وقال أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، جوابا لمسألته المحكية، وكنت نبيا وآدم بين الماء والطين عنه لقد بان. وقال صلى الله عليه وسلم لجبريل كم عمرت يا جبريل؟ فقال لا أدري رواية جلية.
غير أن كوكبا يبدو في الحجاب الرابع يا معشر الإخوان. بعد كل 70,000 سنة مرة، فهذه علامات اجتبائية، وقد رأيته 72,000 مرة بلا نقصان. فقال صلى الله عليه وسلم تعريفا بمقامه وأسراره المصطفوية وعزة ربي: أنا ذلك الكوكب الذي رأيته يا جبريل في حجاب المنان. وغير ذلك مما لا تحصره الأقلام في الكتبية، ولا يسعه في الحقيقة حفظ الكاتبان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية، واغفر لنا ما يكون وما قد كان.